لم تنتهي فضيحة اكتشاف 35 طنا من رقائق البطاطا أو التشيبس المنتهية الصلاحية التي تعود لصالح شركة يملكها صهر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رضا سوبرا. فالمعلومات الجديدة كشفت عن فضيحة أكبر، وهي أن الكمية ليست 35 طنا بل 100 طن، يضاف إليها 40 طنا من مسحوق الطحين المستخدم في تحضير التشيبس وهو أيضا منتهي الصلاحية. النيابة العامة قررت نقل الكميات المضبوطة من التشيبس والطحين إلى خارج صيدا وإتلافها تحت إشراف وزارة الاقتصاد. وكانت مجموعة من الشاحنات شوهدت صباح الثلاثاء داخل المستودع تقوم بتحميل الكميات المضبوطة ونقلها إلى خارج صيدا في حضور مندوبين عن مصلحة الاقتصاد وعناصر من قوى الأمن الداخلي، ووسط انتشار كثيف لعناصر من الأمن الخاص بشركة سوبرا. ما المعروف لبرا ما فينا نطلع لبرا، بدنا نحكي المسؤول. ها يا خيي اذا بتريد حط الكاميرا، إذا بتريد حط الكاميرا. كاميرا الام تي في حاولت الدخول إلى الباحة الداخلية للمستودع بغية استطلاع الأمر، إلا أن الأمن الخاص منعها وطلب إبقاء الكاميرا في السيارة قبل أن يحضر أحد المسؤولين عن البضاعة ويبلغ المندوب بوجوب أخذ إذن بالتصوير من النيابة العامة. في هذه الأثناء استمرت عملية تحميل الشاحنات بالمواد المضبوطة واتجاهها نحو الأول وبيروت.